السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. وصفتنا اليوم لجوع اخر الليل والبرد والتكتكة والكسل، وكمان اقتصادية ومقاديرها متوفرة في البيت. الاكلات الشتوية دي بتدي روح ونفس حلو كده للبيت وبتخليه دافي، فعشان كده بندور على الحاجات الاقتصادية وفي نفس الوقت تكون سهلة وسريعة. تعالوا بينا نشوف المقادير. عندي فلفل الوان وحباية طماطم، تقدري تستخدمي اي فلفل موجود عندك، فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حامي. انا هاخد النص من كل واحدة، والفلفل الاخضر هستخدمها كلها وحباية الطماطم، وده يكفي الصينية مقاس تقريبا 32 او 30. هقطع الفلفل مكعبات صغيرة. الفلفل احنا مش هنسويه او هنشوحه في الزيت، فلازم التقطيعة بتاعته تكون صغيرة عشان يستوي معانا بسهولة، وكمان ياخد كده من طعم الحاجة وما تكونش القطعة فيه كبيرة. هخلص كمية الفلفل اللي معايا بنفس الطريقة، وكمان حباية الطماطم هقطعها مكعبات وسط، ونشوف الخطوة اللي بعد كده. في بولة عميقة هضيف 3 حبايات بيض، هقلب البيض بالمضرب اليدوي كويس عشان ما يبقاش فيه عرق، واقدر اضيف باقي المكونات. على البيض هنزل بربع كوباية زيت نباتي، وارجع اقلب تاني، وعليهم هنزل بكوباية حليب، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، واظبط الملح بتاعي. انا هنا ضفت معلقة صغيرة، وهقلب المكونات كويس جدا مع بعض، وانزل بكوباية دقيق تدريجيا واحدة واحدة عشان الدقيق ما يكلكعش ويعمل تكتلات معاكي. هقلب لحد ما الخليط يوصل للقوام ده كده وما يبقاش فيه اي تكتلات او قطع دقيق. وعليهم هضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر، وانزل بالخضار الفلفل الالوان والطماطم اللي قطعناها. كان متوفر عندي لانشون في التلاجة حوالي نص كوباية كده، قطعته مكعبات صغيرة او شرايح صغيرة وضفته للخليط. تقدري تستخدمي اي حاجة عندك متوفرة في التلاجة، وممكن تستغنى عن الخطوة دي تماما. يعني لو عندك لانشون، بسطرمة، بواقي اكل، فراخ، اي حاجة متوفرة عندك، كبد وقوانص، ممكن تستخدميها. ولو مفيش تمشي الوصفة من غير اللحوم يعني. هضيف كمان معلقتين كبار كاتشب، معلقة صغيرة دبس رمان وده اختياري، نص معلقة صغيرة توم باودر وده اختياري برضو، بس انا بحب طعم التوم الباودر في المعجنات. وحوالي نص كوباية ماكس جبن. انا سبت الطماطم للاخر عشان وانا بقلب ما تتهرسش مني وتعمل مية في الخليط، فخليها هي اخر حاجة عشان تقلبها تقليبة صغيرة خالص. هنجهز الصينية اللي هتدخل الفرن وندهنها بسمنة وننزل بالخليط. هضيف الصينية الفرن ساخن مسبقا، درجة حرارة 150، هتاخد لون من تحت ومن فوق بالشكل ده، لون ذهبي خفيف كده. هخرج الصينية، اضيف عليها رشة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا، وارجعها تاني الفرن عشان تاخد لون ذهبي خفيف كده وحلو. وممكن في الخطوة دي تستغنى عن الجبنة الموتزاريلا وتشغلي الشواية، هتاخد لون ذهبي وخلاص على كده. هنا الصينية بعد ما خرجت من الفرن اخدة لون ذهبي جميل وريحتها تحفة فوق الوصف. لو عايزة الجبنة الموتزاريلا تمط معاكي وما تبقاش عاملة فقاقيع بالشكل ده، فسيبيها بره الفريزر شوية لحد ما تفك خالص. بس انا بالنسبة لي كانت الوصفة سريعة واكلة سريعة، وما ما كنتش يعني ايه مهتمية ان هي تمط معايا او كده، انا كنت بس عايزة لون حلو وطعم حلو. هنقطعها مثلثات او اقطعها بالطريقة المناسبة ليكي، ونضيفها لأطباق التقديم. انا على الوش هضيف رشة صغيرة كده من الفلفل الالوان، كنت مقطعاها قطع صغيرة جدا، يدي شكل حلو بس مش اكتر. وممكن تضيفي رشة صغيرة من حبة البركة، او كزبرة، بقدونس، اي حاجة متوفرة عندك. وممكن ما تضيفيش، احنا عايزين الوصفة تكون سهلة وما توقفش معانا على حاجة. وطريقة التقديم ترجع ليكي انتي، قدميها بالطريقة المناسبة ليكي.
وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى من كل قلبي يكون عجبكم. لو وصلت معايا لحد هنا شكرا ليكي. ما تنسيش اللايك والشير، ولو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك. وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات، وده بمثابة شكر ليا. وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن إن شاء الله.